السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في مواضيع طب السنان. النهاردة حلقة تابعة لحلقة امبارح، هنتكلم عن نوع معين من الأطعمة اللي بنستخدمها في علاج برضو حاجات معايا في البق. احنا خدنا حلقة امبارح اللي سمعها كانت عن أطعمة ومشروبات بتقوي السنان. النهاردة هنتكلم على نوع معين من الاكل وهو الطحينه. الطحينه من السلطات طبعا اللي هي بتبقى مش رئيسيه جامد على سفرتنا. ناس بتحبها كتير مع المشويات والحاجات اللي زي كده، الا ان احنا جايين نتكلم عنها في حلقه مخصوص النهارده وحلقه مش طويله، على انها بتستخدم في علاج التهابات اللثه. ازاي يا دكتور الكلام ده؟ هي اول حاجه فيها فوائد كتير جدا، فيها بروتينات وفيها معادن اساسيه للجسم، اساسيه يعتبر للجسم بيقدر يستفيد منها. فاحنا بنستخدمها في علاج التهابات اللثه عن طريق ايه؟ ان انا بجيب طبقه سميكه من الطحينه وادهنها على اللثه كده داير ما يدور في الحته اللي انا شايف فيها التهابات. طب ايه هي الحاجات اللي فيها العناصر الغذائيه اللي بتفيد الجسم؟ فيها مواد مغذيه للجسم زي الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم. وفيها برضو حمض الفوليك، وفيها برضو مجموعة من الفيتامينات زي ب1 وب2 وب3 وب5. كل الحاجات دي بتديها قوة ان هي بتستخدم في علاج التهابات اللثة. بتستخدم برضو في علاج تشققات الشفاه. بعد فترة كده معين تبص على الشفة بتاعتك، تبص عند ناس كتير تلاقي فيه تشققات موجودة في الشفة كده، فبتبص بتلاقي لما تدهن الطحين عليها بتعالج التشققات دي. طيب في الغالب يا دكتور تشققات الشفاه دي عشان بشوفها عند ناس كتير، ايه سببها اصلا؟ بتبقى بسبب حاجتين: نقص الفيتامينات او المعادن، او جفاف السوائل من الجسم. اول ما يبتدي السوائل تقل في الجسم شويه يبدا يحصل التشقق ده. في ناس بتاخد لها مش عارف ايه، زبده الفول السوداني، وبياخدوا لها حاجات كده من الصيدليه. بس انا عايز اقول لك دايما يا جماعه، يعني نصيحه يمكن نكون كررناها في حلقه قبل كده: لما تعوز حاجه معينه تستخدمها من الصيدلية، ما تروحش تستشير عليها صيدلي وخلاص. روح استشير دكتور، او يعني انت راح تكشف عنه فاسأله على حاجة بالمرة عشان تاخد حاجة مناسبة ليك. بلاش انك انت تروح ايه، تصرف من دماغك، عشان كتر الادوية المسكنات دي كلها بتتعب الكلى. وفي ناس اللي بتاخد ادوية كتير زي كده بتوصل بيها الحالة ان هي ممكن تعمل لها فشل كلوي. فالطحين النهارده اتكلمنا عنها في حلقه سريعه كده، ان هي مفيده جدا في علاج التهاب اللثه طبعا، وليها فوائد كتير بس مش تبع مجال الاسنان. ان هي بتساعد في تكوين كرات الدم الحمراء في الجسم، وهي بتحفز الجسم بشكل عام على مقاومة الأمراض. إن عنده التهابات في اللثة ممكن إن هو يستخدم الطحينة دي. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.